السلام عليكم. أهلا بكم في عالم التطبيقات. لو أنت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، اشترك معانا في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات، ونقدر نشرح لك كل التطبيقات المحلية والعالمية اللي أنت محتاج لها في حياتك، زي تطبيقات العقارات والسيارات والتطبيقات اللي بتسرق بياناتك، وكمان تطبيقات التعارف. النهاردة هنتكلم عن تطبيق بنكي مهم جدا، هو تطبيق بنك ألكسندريا بنك موبايل بانكينج. التطبيق ده خاص ببنك الإسكندرية، اللي بيعمله لعملائه علشان يقدروا يديروا عليه حساباتهم. تقدر تنزل التطبيق ده وتتابع حساباتك على بنك اسكندرية بأسرع وأسهل وأأمن طريقة للتعامل مع بياناتك في بنك اسكندرية. تقدر تتعامل كل معاملاتك البنكية، حساباتك، بطاقة الخصم المباشر، بطاقتك الائتمانية، تمويل، ودائع، شهادة ادخار، كل ده بسهولة، وكمان بيتوفر لك باللغة الإنجليزية واللغة العربية. تقدر ان انت تفعل حسابك لو انت عندك حساب قديم مش شغال، تقدر ان انت تفعله عن طريق التطبيق ده بسهولة، وبتسجل الدخول باستخدام بصمة الإصبع. تقدر تحول حساب لأي حساب آخر داخل بنك اسكندرية أو أي بنوك تانية داخل مصر عن طريق رمز الأمان أوكي. وتقدر كمان ان انت تربط شهادات الادخار والودائع فورا من خلال التطبيق بكل امان، عن طريق التحويل لرقم الحساب او اي بطاقة بنكية لعنوان الدفع اللحظي الاي بي اي. تقدر ان انت تربط حسابك المصرفي برقم باي بان خاص بيك، وتشاركه عن طريق برنامج مثلا الواتساب علشان تقدر تدير عليه كل معاملاتك. تقدر تربط شهادات الودائع بأمان، تقدر تفعل حساباتك وتسدد مستحقات بطاقتك الائتمانية، لو انت تسدد فواتيرك بكل سهولة، فواتير الكهرباء، فواتير الغاز، فواتير الانترنت، اي فواتير تقدر تسددها عن طريق حسابك وعن طريق ان انت تنزل التطبيق ده. تطبيق بنك اسكندرية بيديلك امان وسهولة ويسر في ان انت تدير حسابك البنكي عن داخل بنك اسكندرية عن طريق التطبيق ده. أتمنى أكون وصلت لكم التطبيق بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول تجربته الحقيقية في التعليقات، سواء كانت تعليقات إيجابية أو تعليقات سلبية. ولو انت شفت الفيديو ده بعد فترة ولقيت أي تعديل أو تحديث أو تجديد حصل في التطبيق، ياريت تبلغنا بيه عشان نعمل لك فيديو تاني بالتعديلات الجديدة والتحديثات اللي قام بيها التطبيق. دلوقتي احنا بنطلب منك انك تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل يوم كل جديد في عالم التطبيقات.